بسم الله الرحمن الرحيم. أخيتي، قابلت صاحبي عند تسويق كبير، وبدأت أتحدث معه بموضوع هام، وفي وسط الحديث انصرف بوجهه عني، وللأسف التفت لأرى ماذا يشاهد، فإذا فتيات قد جملن العيون وضيقن العباءة ينزلن من سيارة سوداء، وهو لا يغض بصره، فنزل بحق في نظري، وبدأ العتاب في داخلي لصاحبي، وكتمت الأمر لأنصرف، فقال لي: عذرا أبا عبد العزيز، ألا ترى السيارة التي نزلن منها الفتيات؟ إنها سيارتي التي بعتها بالأمس، فسبحان الله كيف وقفت عند محلي مرة أخرى. ألا ترى لوحة السيارة؟ وهو متعجب. فقلت في نفسي: يا لله، ظننت بأخي سوءا، بل أيقنت بذلك، فأستغفر الله، بل كنت عند البحر بسيارتي، وركبت زوجتي بجانبي وخلف الأولاد، وإذا بذلك الشاب وغترته الحمراء على كتفه يؤشر لزوجتي بتحريك يده، ففتحت النافذة غضبا لأقل له: ألا تستحي؟ فإذا به يؤشر على حقيبتنا قد نسيناها على مرآة السيارة الجانبية، فتحول الغضب إلى شكر. فيا لله أحبتي، ما بالنا نحكم قبل أن نتبين؟ فكم خسرنا أحباب وأصحاب لأننا حكمنا على أفعال ولم نتبين، وغرتنا عقولنا الضعيفة. بل انظر لعيسى عليه السلام، رأى رجلا يسرق فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي. فما أروع عيسى عليه السلام، أحسن الظن بأخيه وتبين وتريث، لأن الرجل أقسم. فقال العلماء: لعل صاحب المال أرسله، أو لعله يريد أن يأخذ حقا له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أسأل الله أن يرفع قدر من نشر هذا المقطع، وصلى الله على من إذا صليت عليه صلى الله عليك بها 10.